السلام عليكم، وايه الاخبار يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. ده الريلمي سي 75 اكس، الموبايل اللي اطلقته ريلمي عندنا في السوق المصري كاصدار مخفف من الموبايل اللي تم اصداره من فتره، وهو الريلمي سي 75. موبايل جاي بتنازلات بسيطه جدا هعرفك عليها بالتفصيل اثناء الكلام عنه في الفيديو، ولكن بفرق سعر ممكن يوصل معاك لحد 1500 جنيه، وده رقم يعتبر ممتاز جدا على اعتبار طبعا ان احنا بنتكلم على موبايل اقتصادي. الموبايل كمان نازل بالتزامن مع الموبايل المخفف برضو اللي نزلته اوبو في الفتره الاخيره من الاوبو اي 5 برو، وهو الاوبو اي 5 بس مش برو. تقدر تشوفه من الاي اللي هتظهر لك هنا او هنا، وتقدر تحطه في الاعتبار لو انت بتقرر تشتري موبايل في الفئه السعريه دي. المهم بقى عشان ما اطولش وقت الفيديو عليكم، ما تنساش بقى تدعمني بلايك، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على يوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. واول حاجه هنبتدي بقى الكلام عن الموبايل المميز، وهي حاجه من الحاجات القويه جدا عليه، وهي التصميم اللي بيقدمه الموبايل. تصميم الريلمي سي 75 اكس يعتبر ما اختلفش بنسبه كبيره عن الموبايل الثاني اللي هو الريلمي سي 75. لازال هنا الظهر والفريم بتوعه جايين من البلاستيك، وطبعا الموبايل عندك هنا مقاوم للماء باي بي ريتنج 69 زي الاصدار الثاني، وكمان خامات التصنيع بتاعته مقاومه للكسر، ودي حاجه تعتبر ممتازه. بعيد بقى عن نقطه مقاومه الميه والكسر والحاجات اللي بالشكل ده كده، بصراحه التصميم عاجبني بشكل كبير جدا. كمان التصميم بتاع الكاميرات هنا البروز بتاعها يعتبر ممتاز. بشكل عام الظهر كمان مصنفر ومخربش كده عشان ما يلحوسش ويبصم معاك بشكل كبير. شكل الموبايل من قدام بقى زي كل موبايلات الفئات الاقتصاديه، الحواف الجانبيه بتاعته بتيجي مش اصغر حاجه، وكمان الحافه السفليه بتاعته تعتبر كبيره بصراحه. كمان الموبايل هنا جاي بالكاميرا الاماميه اللي بتيجي بالبانش هول او الخرم اللي بيجي من خلال الشاشه. كمان الوزن بتاع الموبايل يعتبر معقول جدا، مش خفيف ومش تقيل، والوزن كمان متوزع على الموبايل بشكل كويس، ومسكته في الايد مريحه. وعندك بصمه كمان بتيجي هنا على زرار الباور شغاله بشكل كويس جدا، مفيش فيها اي مشكله. طيب خلينا بقى نروح لاول فرق ما بين الريلمي سي 75 اكس وما بين الاصدار الثاني اللي هو الريلمي سي 75، وهو الشاشه. الشاشه هنا جايه بتنازل، هنا ان الشاشه الثانيه كانت بتيجي بدقه فول اتش دي بلس، اما ديت جايه من نوعيه اي بي اس ال سي دي، حجمها اقل حاجه بسيطه من 6.7 بوصه، بدقه اتش دي بلس، وبريفريش ريت بيوصل لحد 120 هرتز، وكمان بدرجه سطوع بتوصل معاك لحد 625 نتس. لو اتفرجت على اي مراجعه ولا حاجه للريلمي سي 75 فالشاشه بتاعته كانت من الحاجات اللي مميزه. صدقني التنازل اللي حصل هنا ان الشاشه دي جايه بدقتها اتش دي بلس بس، مش بتاثر في استخدامك للموبايل. وانا من خلال تجربتي ليه بصراحه ما حسيتش ان في فرق ممكن يكون متلاحظ بالعين بشكل مباشر كده. السطوع بتاعها كمان تحت اشعه الشمس ما يعتبرش افضل حاجه في العالم يعني، ولكن لو انت من الناس اللي بتستخدم الموبايلات كتير اثناء ضوء النهار وتحت اشعه الشمس المباشره، فالموبايل هيأدي الغرض معاك ومش هيكون مزعج ابدا بالنسبه لك. اما لو انت بقى بتستخدم الموبايل بشكل مكثف جدا في فترات النهار وعايز حاجه ممكن تكون سطوع اعلى، فانت ممكن تروح لموبايل تاني. النقطة الثانية في موضوع الشاشة، الناس اللي بتحب تتفرج بقى على الافلام واليوتيوب ونتفليكس وما الى ذلك، فلو انت من الناس اللي بتدقق قوي يعني ممكن تلاحظ فرق بسيط ما بين الشاشة ديت وما بين الشاشة الثانية، على اعتبار ان دي دقتها اتش دي. اما لو انت بتتفرج وخلاص فصدقني مش هتلاحظ بشكل كبير ان الشاشة فيها تنازل عن الاصدار الثاني، وهتديك تجربة تقدر تقول عليها ان هي جيدة جدا. الحاجة اللي بعد كده بقى وهو الاداء العملي والمواصفات اللي بقدمها لك للموبايل وتجربته في الاستخدام العادي وفي الالعاب وما الى ذلك. الموبايل هنا جاي بمعالج من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 81 الترا، بالاضافه انه بيتوفر باكتر من نسخه ب 6 مع 128 و8 مع 256 جيجا، وكمان هنا هو نازل باندرويد 15 مع اخر اصدار من واجهه ريلمي. الجي 81 الترا بتاع ميديا تك ده معالج انا جربته انا شخصيا من فتره، كان نازل على موبايلات من انفينكس ومن شاومي، اشهرهم ال 14 سي والبوكو سي 75 من شاومي زي ما قلت لك. واقدر اقول لك عليه ان في وجود ال 6 جيجا رام والسوفت وير اللي انا من وجهه نظري يعتبر منضبط جدا بتاع ريلمي ده، مع الريفريش ريت ال 120 هرتز، فانت تقدر تحكم على الموبايل ده انه موبايل جيد جدا بالنسبه لاستخداماتك اليوميه. لو انت هتقتصر شغلك عليه في الفيسبوك، تيك توك، مواقع التواصل الاجتماعي، مكالماتك، مشاهده المحتوى، الاستخدام العادي اليومي اللي معظمنا بيعمله، فالموبايل هنا هيديك تجربه تعتبر جيده ومش هتشتكي منه ابدا. اما لو انت من الناس بقى اللي بتستخدم الموبايل استخدام مكثف جدا وبتملى الموبايل تطبيقات والعاب وما الى ذلك، فمنتظر ان الموبايل مع الشغل الشاق دوت من وقت للتاني يقع منك شويه ولا حاجه، ولكن في العموم دي حاجه ممكن تكون متوقعه على اعتبار انه موبايل اقتصادي وهيدي لك مهام ممتازه جدا بالنسبه للاستخدامات اللي انا قلتها لك دي. النقطة الثانية المتعلقة بالألعاب، فلو أنت من الناس اللي بتهتم بالألعاب بشكل مكثف جدا، فالموبايل هنا هيلعب لك ألعاب زي بابجي، كول اوف ديوتي، اسفلت 9، والألعاب اللي أخف منها كمان بشكل كويس جدا. ولكن طبعا ما تنتظرش أداء استثنائي في الألعاب العالية زي بابجي مثلا، فما تنتظرش منه أداء عالي في الجرافيكس وفي الفريم ريتس، ودي حاجة زي ما قلت لك متوقعة على اعتبار إنه موبايل اقتصادي. الحاجة اللي بعد كده بقى وهي الكاميرات اللي بيقدمها ريلمي سي 75 اكس، فعندك الكاميرا الرئيسية هنا جاية بدقة 50 ميجا بكسل، والتنازل الثاني
الثاني اللي الكاميرا الاماميه هنا جايه بدقه 5 ميجا بكسل، بعكس اللي كانت موجوده على الريلمي سي 75 كانت بدقه 8 ميجا بكسل. بالنسبه لنتائج الصور اللي هتاخدها من السي 75 اكس هنا هي عجباني بشكل شخصي، وطول ما انت بتصور في اضاءات كويسه وتحديدا في ضوء النهار الموبايل هنا بيسيطر على الديناميك رينج، الصور بيكون فيها تفاصيل حلوه، هيديك صور هترضيك بنسبه كبيره زي ما قلت لك طول ما انت بتصور في اضاءات كويسه. ولكن لما طبعا بتصور اثناء الليل ولا حاجه الصور بتقل شويه، ودي حاجه طبعا منطقيه جدا على اعتبار ان الموبايل اتصال. تقدر برضو تقول ان نفس الكلام موجود في الكاميرا الاماميه اللي جايه بدقه 5 ميجا بكسل، طول برضو ما انت بتصور في اضاءات كويسه وفي ضوء النهار فهتاخد نتائج كويسه زي ما انت شايف كده. العزل فيها كمان شغال عن طريق السوفت وير هنا، ولكن هيطلع لك نتائج ممتازه. ولما بتصور بقى في الاضاءات القليله شويه الصور زي ما انت شايف كده بتقل، وبرضو دي حاجه تعتبر متوقعه. البطاريه كمان من الحاجات المميزه على الموبايل، هي جايه بقوه 5300 ملي امبير، بتدعم شاحن سريع قوته 45 واط بتجيلك في علبه الموبايل، ودي حاجه كويسه هشحن لك البطاريه بشكل مميز جدا وسريع بصراحه. اما البطاريه من ناحيه استخدامي ليها، انا الفتره اللي فاتت ديت كنت بستخدم الموبايل استخدام تقدر تقول ان هو متوسط الى فوق المتوسط، دايما كانت البطاريه شغاله معايا بشكل كويس وكانت بتكمل اليوم ما كانش فيها اي مشكله. الحاجه الثانيه بالنسبه بقى للجانب العملي المعتاد من موبايلات ريلمي، المكالمات، الاتصالات، شبكات الواي فاي، شبكات الاتصال، السنسورات، فالموبايل في الجزء ده بصراحه ما اثرش معايا، شغال بشكل كويس جدا. السماعات بتاعه الموبايل تعتبر كويسه، هو ما بيجيش بسماعات ستيريو، ولكن سماعه المكالمات والسماعه الراسيه شغالين بشكل كويس ومفيش فيهم اي مشكله. طيب اخيرا بقى سعر الموبايل والحكم عليه، وهل انصحك بشرائه ولا لا، وايه الموبايلات اللي بتيجي في فئته السعريه ممكن تكون بتنافسه، وايه البديل اللي ممكن يكون موجود ليه. موبايل وقت تصوير الفيديو لنسخه 6128 ودي النسخه اللي انا انصحك بيها، سعره في حدود 7200 جنيه، هو سعره الرسمي 7500 ولكن المحلات هتلاقيها بتحرقه في حدود السعر ده 7200 7300 كقيمه مقابل السعر. ونظرا للموبايلات اللي موجوده دلوقتي فهو موبايل هيديك تجربه تعتبر مفيده ومنضبطه بالنسبه للاستخدامات اليوميه، وانصحك بشرائه طبعا مفيش اي مشكله. معاك تدفع اكتر وتشتري النسخه الاكبر منه مفيش مشكله، ولكن لما هتطلع للرقم الكبير ده فانت لازم تحط موبايلات ثانيه في اعتبارك زي السامسونج اي 16، زي الريدمي نوت 14 من شاومي، بالاضافه بقى لان في موبايل لسه نازل اللي هو الاوبو اي 5 اللي انا قلت لك عليه في بدايه الفيديو، اللي هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف او هتلاقيه في اول تعليق مثبت لو انت حابب تعرف كل التفاصيل عنه. بيجي في نفس فئته السعريه ولكن اغلى شويه. المهم بقى اتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم، واتمنى اكون اتكلمت عن كل حاجه خاصه بالريلمي سي 75 اكس. ما تنساش بقى تدعمني بلايك، ويا ريت كمان تشترك عندنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. اشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله. سلام.